قصة أكثر لاعب لن تنساه الجماهير التونسية في تاريخ كأس الأمم الإفريقي. المنتخب التونسي يستعد للمشاركة في مسابقة كأس إفريقيا للمرة 22 في تاريخه، ورغم التاريخ الكبير ونسور قرطاج في الكان والمواجهات الكبيرة، فإنه ثم مواجهة خاصة لن تنساها الجماهير التونسية، وثم لاعب بالذات لن تنساها الجماهير. الحكاية ترجع لكأس إفريقيا 2017 في الجابون، وين المنتخب التونسي تجاوز الدور الأول في المركز الثاني خلف السنغال وقبل الجزائر وزيمبابوي. في الدور الربع النهائي تونس ضربت موعد مع بوركينا فاسو، مواجهة كانت صعبة جدا وكانت ماشية للتعادل السلبي قبل ما يدخل الغول أريستيد بانسي ويقلب المعطيات. بانسي تغلب على مدافعي المنتخب التونسي في كل المواجهات الثنائية، وكان يمثل خطر كبير قبل ما يفتتح النتيجة المنتخب الخيول بتسديدة صاروخية من مخالفة في الدقيقة 81، وبعدها بأربع دقائق بوركينا فاسو تسجل الثاني وتحقق الانتصار على تونس اللي توقفت مسيرتها بطريقة مفاجئة في ربع النهائي. منذ تلك اللحظة تم إطلاق الشعار الرسمي من الجماهير التونسية: حتى لو فزنا بكأس العالم لن ننساك يا بانسي.